تعالوا نعمل مع بعض بقى اللفائف الصوف الجميلة الطرية الحلوة اللي قدامكم دي. البريوش الفرنسي اطرى واحلى معجنات ممكن تدوقها في حياتكم. شايفين عامل ازاي؟ شايفين طري؟ تعالوا يلا نشوف الطريقة عملناها ازاي. بس في البداية صلوا على الحبيب وما تنسوش اللايك والمتابعة. معايا كوباية لبن دافية وعلى معلقة خميرة كبيرة و4 معالق سكر و3 معالق زيت كبار وبيضة. اقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا لحد ما تختلط مع بعض، وانزل عليهم ب3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح. هنزل بالدقيق بقى تدريجيا كده حبة حبة واقلب، وبعدين ارجع تاني انزل بقية الدقيق واقلب كويس. اعجن بايدي بقى كويس كده لحد ما الدقيق يتلم معايا. ابتدي انزل بمكعبين زبدة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. لو ما عندكيش زبدة ممكن ربع كوباية زيت، بس طبعا الزبدة احلى بكتير. اعجن بقى لحد ما الزبدة تختفي قدامي كده في العجينة، واوصل لعجينة طرية وناعمة وبتلزق بسيط في الايد، بس يعني زي من اللي قدامي دي، ناعمة وطرية وحلوة ازاي. اغطيها بقى بكيسة وفوطة واحطها في مكان دافي على ما تخمر. وبعد ما خمرت وبقى بالشكل الحلو اللي قدامكم ده، ابتدي بقى اشكلها كور صغيرة كده زي البرتقانة الصغيرة، واسيبها بقى ترتاح شوية علشان اقدر اشتغل فيها. اخد واحدة واحدة بقى كده وافردها بايدي الاول وبعد كده بعجلة افردها على شكل بيضاوي شوية كده. هاجي من النص كده وابتدي اشرح شرايح رفيعة كده جنب بعضها، والنص التاني السليم هحط عليه الحشوة بتاعتي. ممكن تحشيها بقى شوكولاتة او جبنة او لحمة مفرومة او فراخ، اي حاجة تحبيها، ونرصها بقى في الصينية جنب بعضها كده. وبعد ما اخلص كل الكميه والصينيه تتملي اسيبها بقى تتخمر وتبقى بالشكل اللي قدامكم ده. هدهنها بقى هدهن الوش كده بفرشه لبن وادخلها الفرن على درجه متوسطه لحد ما تاخد اللون المحمر الجميل اللي قدامكم ده. عايزه اقول لكم بقى تنفعكم في العشاء او في فطار مع كوبايه شاي، او تحطوها حتى في اللانش بوكس للاطفال في المدارس. جميله جدا وطريه وحلوه. اعملي لي بقى متابعه وبألف هنا.